السلام عليكم، اخباركم ايه؟ طريقة الفطير بتاعة النهاردة للناس اللي ما بتحبش تعجن كتير وما بتحبش تقعد تفرد وتورق وتطبق، وكمان ما بتعرفش وما عندهاش وقت انها بقى تقعد تسوي وتفرد وتعمل خطوات كتيرة علشان تعمل الفطير. كمان هنعمل النهاردة الفطير من عجينة واحدة، هنعمل طريقتين للتسوية. الطريقة القديمة اللي كانت بتعملها لنا أمهاتنا زمان، الفطير أو عسل أو سكر، وهنعمل كمان من نفس العجينة طريقة تسوية تانية للناس اللي مش بتحب تحمر الفطير في الزيت علشان عاملة دايت أو خايفة من إن هو يشرب زيت كتير. هنقول على كل التكات والتفاصيل اللي تخلي الفطير بتاعنا مورق وخفيف جدا. ويلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله. هنجيب بولة ونحط فيها 3 كوبايات ونص من الدقيق اللي هما حوالي 500 جرام. هحط دلوقتي كمان نص معلقة صغيرة من الملح. هندخل بقى المكونات الجافة ومش هنحط سكر خالص. بعد كده هدفي كوباية وربع من المية الدافية، مش هتاخد مني اكتر من كده. ممكن الربع كوباية دي تحطوها انتوا عندكم بالتدريج، وده طبعا بيرجع لحسب نوع الدقيق وامتصاصه للسوائل. يبقى الربع كوباية دي هنزلها بالتدريج، اما الكوباية هحطها كاملة. دلوقتي بصوابع ايدي بس خفيت الدقيق كده وبدأت ادخل الدقيق في المية واعمل عجينة زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها 5 دقايق وابدأ اعجنها تاني 5 دقايق. هو مش هياخد عجن مني خالص لحد ما نحصل على القوام الناعم ده. وكل ما بنريح في العجن، يعني نعجن مثلا دقيقتين ونريح دقيقتين ونعجن تاني، بنحصل على قوام ناعم جدا جدا وطري. وبعد ما خلصت ما ريحتش العجينه خالص وقسمتها التقسيمات اللي انتوا شايفينها دي، علشان اخد كل قطعه من دول اعملها كوره واوزنها قدامكم علشان تشوفوا انا بعمل الفطيره بتاعتي كام جرام. وده بالنسبه لي مناسب جدا. هنعمل الفطيره 52 جرام، يعني وزن الكوره الواحده 52 جرام، او بالنظر كده قد يعني اكبر من الليمونه بشويه وقد البرتقانه البلدي الصغيره. دلوقتي جبت صينية ودهنتها بمعلقة كبيرة من الزيت، وبدأت أحط الكورة وأدهنها من تحت ومن فوق ومن الجوانب زي ما شفتوا معايا. الكورة التانية هنعملها بنفس الطريقة. ممكن نوزن كل الكور وبعد كده نبدأ نكورها، مفيش مشكلة، وممكن ما توزنوش خالص. هدهنها بقى من فوق دهنة زيت، وهريح العجينة بتاعتي دي نص ساعة ربع ساعة، يعني الوقت المتاح عندكم. وطبعا كل ما بتريحوها كل هي كمان ما تريحكوا جدا في الفرد. غطيتها كمان بكيس، وبعد الكيس حطيت فوطة نظيفة وسبتها كده ورحت بقى عملت اي حاجة تانية. هنبدأ دلوقتي نشوف بقى الكور بتاعتنا والفطاير بتاعتنا كده بعد ما ارتاحت خالص. هنيجي نضغط عليها كده، هتضغط كده وهتبقى ناعمة وهتتفرد معانا بمنتهى السهولة. هجيب دلوقتي ربع كوباية من الزيت وفرشة علشان أبدأ أدهن الكرة بتاعتي من فوق ومن تحت علشان تبقى سهلة معايا وسلسة جدا. الفطير بتاعي النهارده هقول لكم هو اساسه ان هو طبعا بيتفرد بالزيت وكمان بنطبقه بالزيت، لكن انا هجرب معاكم في الفيديو السمنه والزبده كمان، وهنشوف الفرق بين الثلاث انواع، المفروض بالزيت والمفروض بالسمنه وبالزبده، وهنشوف الفرق بينهم. وهقول لكم رايي في الاخر، الفطير المقلي في الزيت رايي فيه ايه، واللي معمول من غير زيت. يعني النهارده هنرضي كل الاذواق. انا دهنت دهنة زيت كويسة جدا، وبعدين حطيت الفطيرة على الجنب اللي انا دهنته دهنة زيت علشان تتفرد معايا كده بمنتهى السهولة والسلاسة. بصوا هي بتلم علشان انا بس بفردها على مفر السيليكون، لكن هي بعد كده هتتفرد معايا بسرعة جدا جدا. وكل ما بتريح كل ما بتتفرد بسرعة قوي. هنفردها كده لحد ما نشوف الخطوط اللي انا بفرد عليها دي، يعني تشوفوا سطح العمل مش رقيقة خالص زي الفطير المشلتت ومش تخينة كمان. يعني افردي طول ما هي بتتفرد معاكي هتلاقيها اصلا ماشيه معاكي كده، افرديها مفيش مشكله لحد ما تشوفي كده سطح العمل. وبعدين زي ما انتوا شايفين دهنتها دهنه زيت كويسه وطبقتها بالشكل ده بمنتهى السهوله. وطبعا الفيديو شارح نفسه مش محتاج لشرح. فردت واحده تانية ودي بقى بالسمنه علشان اجرب معاكم اللي بالزيت واللي بالسمنه، وكمان هنفرد واحده بالزبده. طبقتها برضو كده بعد ما دهنتها كويس، وبين كل طبقة من والتانية أنا بحط كمان دهنة سمنة، ولو بفردها بالزيت بحط زيت. بعدين هطبقها بالشكل ده على بعضها من الجنبين، وبضغط عليها كده بسيط وبس كده. الصينية جنبي مدهونة دهنة زيت، هحط عليها الفطاير اللي أنا بطبقها دي بقى اللي بالزبدة. بصوا حتة الزبدة صغنونة ازاي، ما تجيش نص معلقة صغيرة كمان.
سايحة خالص وطرية علشان تتفرد معايا بسهولة وما تقطعش العجينة. كل ما بتبقى سايحة معاكم وطرية جدا بتتفرد بسرعة. هنطبقها برضو كده كل جنبين على بعض والجناب كمان على بعض. انا بدهن دلوقتي ايدي سمنة وبحطها كده في النص، سمنة بلدي. طبعا تقدروا تعملوا كله بالزيت وتقدروا تعملوا كله بالسمنة او بالزبدة، وهتشوفوا معايا الفرق في الاخر عامل ازاي بينهم هما التلاتة. طبقتها بالشكل ده. بصوا بقى، التلاتة دول انا عاملاهم بالزبدة، والتلاتة التانيين انا عاملاهم بالسمنة، وبقية الصينية انا عاملاها بالزيت اللي هي على جنب كده، بس مش هوريها لكم، هتشوفوا معايا دلوقتي لما اجي افردها واسويها انا اعرفكم ايه الفرق. دلوقتي انا بعمل ضغطات خفيفة كده بالنشامة. على فكرة انا ريحت قبل ما افرد، ريحت العجينة بتاعتي دي ربع ساعة كمان علشان تتفرد الفردة الاخيرة دي، مش هتاخد مني اي وقت خالص في الراحة. بعدين بنضغط بالنشابة كده علشان النشابة ما تقطعليش العجينة بتاعتي. وممكن تضغطوا بايديكوا كده، يعني بصوا تضغطوا بايديكوا زي ما انا عملت، وبعدين تفردوا فردة كده بالنشابة. انا عاملاها شكلها مستطيل، تقدروا تعملوها مدورة زي ما هعمل دلوقتي كمان. دول كده اللي معمولين بالزيت. المدورة دي معمولة بالزبدة. انا اخدت الاطراف دخلتها على بعض وعملتها مدورة. بصوا بقى، انا جايبه دلوقتي جريلا وجايبه طاسه، ممكن تجيبوا طاستين عادي مش شرط جريلا. سخنتهم كويس جدا وحطيت واحده في الزيت، وهقول لكم ازاي بتنفخ معاكم وتبقى منفوخه وجميله جدا وتورق من جوه. اول ما تحطوها في الزيت النار بتكون عاليه جدا، يعني درجه حراره الزيت بتكون مرتفعه قوي، وبالمعلقه تحطوا عليها كده من الزيت السخن طول مده التسويه، وبعدين تقلبوا وتسيبوها كده. طالما خدت لون واتنفخت خلاص مش محتاجه زيت من فوق. هنسيبها بقى تستوي وهنبدأ نخلي النار متوسطة. التانية بقى اللي انا بعملها من غير زيت على جريلا سخنة او طاسة سخنة جدا، وحطيت الفطيرة بتاعتي، واول ما تشمع هقلبها وهبدأ برضو اخلي النار متوسطة. يبقى في الاول الفطير اول تقلبتين هتبقى النار عالية جدا علشان يتنفخ ويورق معايا، وبعد كده بخفض درجة النار لمتوسطة ومش لمنخفضة. طلعنا اول واحده بصوا حمرا وجميله ازاي، والتانية كمان اللي كانت على الجريلا من غير زيت كمان حلوه وجميله مورقه واتنفخت. وهتشوفوا معايا شغاله في الاتنين في نفس الوقت. تقدروا تعملوا كده لو عندكم حد في الاسره ما بياكلش الفطير المعمول بالزيت. بنرفعها كده بمنتهى السهوله، نمسكها من الاطراف وندخلها في الزيت السخن جدا، ونبدا بقى نقلب في التانية طول مده التسويه. يعني التانية بتتقلب على طول كده علشان تورق وتتنفخ. اللي معمولة بالزيت زي ما انتوا شفتوا باخد من الزيت السخن وبحط عليها من فوق علشان تتنفخ. واظن ده كله واضح في الفيديو. الفطير ده بقى كده بيرجعنا لايام زمان، الفطير السريع قوي اللي كانت بتعملها لنا جدتنا وامهاتنا زمان، وكانوا بيرشوا لنا عليه كده سكر بودرة لما كنا بنحب يعني يعملوا لنا حاجة سريعة. دي بقى معمولة بالزبدة. عايزة اقول لكم ان الفرق بين التلاتة بصراحة مفيش اي فرق خالص غير في الطعم، لكن في التوريق التلاتة مرقين زي بعض بالظبط. الفطيرة كل الفطير المتحمر المفروض بالزبدة او بالسمنة او بالزيت التوريق واحد مفيش اي اختلاف، لكن المعمول على الجريل من غير اي مواد دهنية حلو جدا جدا ومورق بس مش منفوخ. هو ده الفرق. يعني دي مش منفوخة، اللي معمولة على الجريل عادي خالص لكن مورقة من جوه. اللي معمولة بالزيت مقرمشة من بره، وهنسمع كمان القرمشة مع بعض. طلعتهم كده وصفيتهم على مناديل مطبخ نضيفة، وبعدين حطيت عليهم عسل ابيض. اسمعوا بقى معايا القرمشة. الناس اللي بتحب القرمشة هتفرح قوي قوي من الفطير ده. لو حطيتوه على بعضه هيبقى طري ومقرمش، الطبقة اللي بره دي مقرمشة وطري مورق جدا جدا من جوه. ممكن تقدروا طبعا تحطوا عليه سكر بودرة، انا حبيت احط عليه عسل ابيض لانه افيد، يعني مش هيبقى زيت وكمان سكر بودرة علشان ما يبقاش ضار جدا. مش عايزة طبعا اخبي عليكم، هو طبعا بيشرب شوية زيت، مش يعني مش زي بقى ما الناس تانية ممكن تقول لكم هو بيشربش زيت خالص، لا بيشرب زيت شوية. فلازم تصفوه كويس جدا جدا. التانية بقى مورقة خالص اللي معمولة على الجريل ومن غير نقطة زيت ولا اي مواد دهنية، حلوة جدا جدا وخفيفة قوي، مورقة جدا وخفيفة جدا كأنها بالظبط فطيرة معمولة في الفرن.
عملنا كل الاختيارات قدامكم. للناس اللي بتحب الفطير مقرمش قوي ومعسل تقدر تعمل فطير متحمر، عملناه معاكم بسرعة جدا وبتحمر وبتنفخ. والناس اللي بتحب الفطير خفيف يقدروا يعملوا الطريقة التانية، انا طبعا بفضل الطريقة التانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو جربتوا اي طريقة من الاتنين ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.